مرحبا، وصفتنا اليوم دجاجي مشوي مع البرغل الأحمر بالخضار. من الوصفات اللي كثير طيبة وسهلة بنفس الوقت، وخاصة تتبيلة الدجاج كثير طيبة. جربوها وقولوا لي رأيكم بيها بالتعليقات. تابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة حتى تحصلون على نفس النتيجة. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك وشير للأصدقاء. ويلا نبدأ. ريح نحتاج دجاجي كن غسلناه وقطعناه بهذا الشكل. وريح نحتاج معلقة ونص ملح، وكم حبة هيل، وكم حبة فلفل أسود، وكم ورقة غار. طبعا هاي الإضافات على مود حتى تروح زناخة الدجاجي. وأول شي ريح نسلق الدجاجي. طبعا أنا سلقتوه بدست البخار، بس إذا ما متوفر عندكم استخدموا الدست عادي. ونضيف عليها الملح والهيل والفلفل الأسود وورق الغار. وتقريبا ريح نحتاج لترين ماي لسلق الدجاجي. وريح تحتاج الدجاجي ساعة إذا سلقناها بدست عادي، أما إذا بدست البخار ريح نحتاج نص ساعة لسلق الدجاجي. وبعد ما انسلقت الدجاجي ريح نشيل ورق الغار والفلفل الأسود وحبات الهيل. ونصفي الدجاج من الماقة ونخليهم على صفحة. وبعد ما شلنا الدجاجيغ هسه نصفي ماقة من الدجاج حتى نستخدمها بتطبيقة البرغل. وهسه نبدي نحضر البرغل. ريح نحتاج شوية زيت، نضيف عليه بصل يكن ثرمناها ناعم، ونقلي البصل شوية إلى أن يذبل البصل وياخذ لون ذهبي. وبعد ما يذبل البصل نضيف عليه فلفلة الخضراء كن ثرمناها ناعم. ونقلي البصل والفلفلة إلى أن تستوي شوية الفلفلة. نضيف عليها جزر كن ثرمناه ناعم، ونقلب الجزر مع الفلفلة والبصل، ونقبض الدست ونص النار ونتركه على نار هادية حتى يستوي الجزر. وهسه نبدي نحضر تتبيلة الدجاج. ريح نحتاج 3 معالق أكل كاتشب، ونضيف عليها شوية زيت. وأنا ريح أستخدم بودرة الثوم، واللي ما متوفر عنده يستخدم ثوم عادي. ريح أضيف معلقة شاي بودرة الثوم، ومعلقة شاي بابريكا، ونص معلقة شاي فلفل أسود، ومعلقة شاي كمون، ومعلقة شاي كزبرة. نخلط البهارات مع الكاتشب كلش مليح، ونبدي هسه ندهن بيها الدجاجي. وبعد ما دهنا الدجاجي بالتتبيلة ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية. وبعد ما استوى الجزر نضيف عليه معلقتين أكل معجون، ونقلب المعجون مع المواد ونقلينه شوية. وبعد ما قلينا المعجون مع المواد نضيف عليه البرغل. طبعا ريح نحتاج 3 أكواب برغل مغسول. ونقلب البرغل مع المواد ونضيف عليه ماقة الدجاج. واللي ما يحب يستعمل ماقة الدجاج يطيق يستبدلها بمكعبات الماجي. وضفت عليها نص معلقة أكل ملح،
وشوية فلفل أسود، ونخلط الفلفل مع المواد هي والملح ونتركه على نار عالية إلى أن ينشف الماي، ومن ينشف الماي ننصي النار ونترك البرغل يتهدى. وبعد ما كملنا البرغل واستوى نبدي نحضر الطبق. وهاي الدجاجة هم استوت وصارت جاهزة. واللي يحب يضيف بعض المكسرات للتزيين. وهاي طبقنا صار جاهز للتقديم، وألف عافية على قلبكم. وإذا عندكم أي سؤال اكتبولي بالتعليقات. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك وشير للأصدقاء.